الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وأخيرا استسلم جيرو مران، ولكن بعد ماذا؟ استسلم للضربات الأمريكية بعد دمار البلاد والعباد، وبعد أن دفعت اليمن الأثمان الباهظة والغالية والكثيرة، وبعد أن قتل من اليمنيين الأعداد الكثيرة، وبعد أن دمرت جميع المرافق الحيوية سواء الميناء أو المطارات أو أماكن تكرير البترول أو أي شيء يمت لليمن بصلة. وأخيرا أعلن استسلامه، وانتهى الشعار الزائف: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، بعد أن استسلم الصفويون الكبار في إيران، وبعد أن باعت إيران كلابها وعملاءها وخونتها بثمن بخس، بعد أن سلطتهم على الأمة الإسلامية ساموها سوء العذاب، بعد أن قتلوا الآلاف والملايين وهجروا الملايين وجرحوا الملايين، وبعد أن أفقروا البلاد والعباد، وبعد أن دمروا بيوت الله، وبعد أن قتلوا الأبرياء وسفكوا الدماء، وبعد أن أعلنوا وأصلوا وقعدوا قواعدهم الضالة والمنحرفة والوثنية، رافضية وشيعية وخرافية، وبعد أن نشروا المخدرات والأفيون والشبو في كل البلاد الإسلامية والعربية، وعلى وجه الخصوص العراق وسوريا ولبنان واليمن وهلم جرا، وبعد أن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، بعد هذا كله هم سلموا غلمانهم في اليمن لمصيرهم، وغلمانهم في اليمن رأوا هذا الدرس القاسي من الأمريكان، بعد أن جعلوا اليمن عبرة وعظة، وبعد أن نالوا مرادهم أعلنوا استسلامهم للأمريكان، وذهب الشعار ما نبالي ما نبالي، وأصبح كأمس الدابر، ودفع اليمن ويدفع الثمن باهظا لهذا المعتوه المراني المجرم. ومع ذلك للأسف الشديد إلى هذه اللحظة المعنيون من الحكومة الشرعية والقوات الموجودة في الساحل، وكذلك أيضا في مأرب، وكذلك العمالقة، لم تحرك ساكنا حتى اللحظة، ويظلون يمنوننا أماني: الجيش جاهز والقوات جاهزة والخريط والمريط والهنجمة والكلام الفارغ والنياشين والرتب والتمرينات والرياضيات كله خريط، كله خريط. يعني الآن الحوثة في الرمق الأخير منتهون تماما، خصوصا بعد الضرب الأمريكي. ومع ذلك للأسف الشديد هذه القوات اليمنية حرز فقط، مظهر كاذب، شركاء متشاكسون، لعبة ضحك على الدقون. وإن كنا إلى الآن لا نيأس، لكن الواقع أليم
ومر وحزين وللأسف الشديد. واليمن يدفع الثمن في الداخل والخارج، وأصبح اليمني لا قيمة له ولا ثمن له، لا في الداخل ولا في الخارج. وأصبح المغترب اليمني مشرد في الداخل والخارج، ليس له قرار ولا مستقر. والله المستعان وإلى الله المشتكى. كل هذا أيها الناس لما اختلف السياسيون اليمنيون وهيئوا الأجواء كلها لكلب مران، غلام صغير، وهم ساسة وقادة ومثقفون، ومنهم من يحمل الشهادات العليا، ومنهم من يحمل الخبرة العسكرية، ومنهم من يحمل النياشين والرتب، ومنهم من يحمل المسؤولية والمناصب والرتب، ومنهم من يملك الخدم والحشم، ومنهم من يملك المال والشركات والمؤسسات. وعدد من هذه المعطيات التي أصبحت يعني كأن لم تكن، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. والحكم لله وإلى الله المشتكى، والأمر لله الواحد القهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، واللهم أجرنا في مصائبنا واخلفنا خيرا منها. إخواني الكرام، هل تعلمون أن كلب مران جعل اليمن صراع ومكان للحروب وللقتال وللدمار وللهلاك منذ الحروب الستة إلى الانقلاب على الدولة وإلى هذه اللحظة؟ والآن لاحظوا، لن يبني أبدا، وإنما يدمر ثم يدمر ثم يدمر، ثم يخرج من حرب إلى حرب إلى حرب إلى ما لا نهاية، إلى أن ينتهي اليمنيون، وإلى أن تصبح اليمن أضل وأسوأ من الصومال. الصومال تحسنت ونحن من سيء إلى أسوأ حتى هذه اللحظة. ومع ذلك أين العقلاء؟ أين الفضلاء؟ أين الغيورون؟ أين مشايخ القبائل؟ أين أهل الضمير؟ كم تفاخرنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك للأسف الشديد لم نرى من يحرك ساكنا. تحررت السودان قبلنا وجاءت بعدنا، تحررت سوريا الآن قبلنا، وتكاد أن تنتهي ليبيا من مآسيها، ونحن للأسف الشديد أصبحنا أسوأ من السيء، ومثالا لا يفرح به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأصبحنا كالرافضة نتمنى المخلص والمهدي المنتظر، ونحن نتمنى رجوع الدولة وإيقاف هذه المهزلة وهذه الميليشيات وهذه التقسيمات وهذه الفرقة والشتات. ولكن إذا عدنا إلى الله سبحانه وتعالى وحكمنا شريعة الله عز وجل ورجعنا إليه رجوعا صادقا، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. أسأل الله جل وعلا أن يفرج عن اليمن وعن بلاد المسلمين، أسأل الله أن يفرج عن اليمن وعن بلاد المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب